النتيجة بتاعتكم ظهرت، وشايف قد ايه ناس كتير قوي زعلانة ومتضايقة من النتيجة بتاعتها. النسبة السنة دي كانت نسبة سيئة جدا في النتيجة. يعني يا رب يكون الصوت بس مسموع، لان انا مقرب المايك مني علشان الصوت يبقى كويس، لان بالنسبة لي ده فيديو مهم جدا بالنسبة لك برضو. انا هقول كلمتين، مش هطول في الكلمتين دول، سريعا كده مع بعض بخصوص النتيجة بتاعتكم. يا جماعة بصوا يا جماعة، انا مش عايزك تشيل هم خالص النتيجة بتاعتك ايا يكن ايه هي النتيجة بتاعتك، ومش عايزك برضو تدي اهتمام زيادة للنتيجة والتفكير في النتيجة بتاعتك ايا يكن النتيجة. جايب 60%، 70%، 80%، 90%، 98%، ما تديش للنتيجة بتاعتك حجم اكبر من حجمها. ليه يا باشمهندس؟ لان بكل بساطة الوضع اللي احنا بنعيش فيه كمجتمع حاليا، انت شايف ان البلد بتاعتك التعليم فيها مش افضل حاجة، ومفيش اساس اصلا للتعليم بتاعك. وحاليا دلوقتي مبقاش الشغل معتمد على الشهادة بتاعتك او حتى التقدير بتاعك في اي مجال انت هتدرس فيه. حتى عندنا في هندسة مش شرط ان انت تجيب امتياز عشان تشتغل، ومش شرط ان انت تجيب مقبول علشان ما تشتغلش، ده مبقاش شرط نهائي. الشهادة بتاعتك والتقدير مبقاش هو اللي بيحدد المستقبل بتاعك. طب ايه يا باشمهندس اللي بيحدد المستقبل بتاعك؟ السكيلز بتاعتك، المهارات بتاعتك، الاكسبيرينس والخبرات اللي انت بتكتسبها، والشغل اللي انت بتنزل تشتغله في ارض الواقع، والبروجرامنج والتطوير اللي انت بتطوره لنفسك، ان انت تتعلم لغة، تتعلم بروجرامنج، تتعلم سكيلز جديدة، تطور نفسك في مهارات جديدة. كل ده بالنسبة لك هو اللي بيخليك ان انت تكون سريع جدا في ان انت تتقبل في شركة، او تكون ان انت سريع جدا ان انت تشتغل في اي شغلانة انت عايز تنزل تشتغلها. هديك اكزامبل بسيط جدا وهخليك تقتنع بالكلام بتاعي. فرضا انت دخلت كلية هندسة واتخرجت من كلية هندسة، وعلى مدار رحلة الخمس سنين في كلية هندسة انت ما اتعلمتش برامج، ما اتعلمتش سكيلز، ما اتطورتش نفسك في مهارات. كل الفكرة ان انت دخلت كنت بتذاكر اللي انت هتمتحن فيه، بتدخل الامتحان تجيب التقدير بتاعك وتنجح والدنيا تمام التمام، وفي الاخر جبت امتياز واتخرجت، ما اتعلمتش اي حاجة، ما خدتش خبرات في اي حاجة. لما انت تروح لاي شركه وتقول لهم انا بس نجحت في كليه هندسه ومخريج كليه هندسه جامعه المنصوره، افضل كليه هندسه فيك يا مصر، ولا مش عارف ايه مسميات، هيقول لك يا حبيب قلبي انا ما يهمنيش الشهاده بتاعتك ولا يهمني التقدير بتاعك، انت هتضيف لي ايه في المكان بتاعي؟ انت هتضيف لي ايه في الشركه بتاعتي وفي الشغل بتاعي؟ عكس تماما، افرض ان في واحد جاب مقبول ما كانش بيذاكر المذاكره اللي هي واو، كان بس بيذاكر على قد ان هو عايز ينجح بمقبول بس ان هو يعدي في الماده، بس من الناحيه التانيه كان بيقعد يطور نفسه في بروجرامنج، بيطور نفسه في لغه، بينزل كل يوم ان هو يشتغل، بينزل مواقع، بينزل خبرات، يكتسب خبرات، بينزل كورسات هنا وهنا وهنا. على مدار 5 سنين لما يجي يتخرج حرفيا هو هيبقى صاحب الشركه. لما يروح يخبط على اي مكان يشتغل فيه هيقول له حبيب قلبي تعالى انت جايب مقبول، طز في المقبول اللي انت جايبه، ما دام انت تعرف تضيف لي 1 2 3 4 5 6، تعالى اقعد مكان على الكرسي اللي انا قاعد عليه ده. حقيقي يا جماعه. فانت ممكن تكون جايب 70% وتجبر ان انت تدخل مكان، تكتشف نفسك في المكان ده وتلاقي نفسك حبيت المجال قوي اللي انت اجبرت عليه. الناحية التانية ممكن تكون انت جايب تقدير عالي وكنت تكون حابب تدخل حاجة، فلما تدخل الحاجة دي تكتشف ان الحاجة دي مش على مقاسك، تكتشف ان الحاجة ديت مش اصلا ده اللي انا عايزه، مش ده اللي انا حابه. فالفكرة ان انت بعيدا بقى عن كل ده، هي نقطة متصلة ما بينكم كلكم، لازم كلكم تعملوها، ونقطة مهمة جدا ان انت حرفيا لازم ولابد ان انت تشتغل على نفسك، بعيدا عن الاكاديميات، بعيدا عن الدراسة، بعيدا عن المدارس، بعيدا عن الكليات والجامعات. كل ده انت لازم تطور نفسك بجانب نفسك انت لوحدك كده، من كورساتك ومهاراتك والسكيلز بتاعتك، بعيدا عن الدراسة الأكاديمية تماما، لان هو ده اللي هيخليك فعلا لما تتخرج تشتغل دايركت على طول، ما تستناش ان انت تقعد كمان 5 سنين تاخد خبرات. فامحي من دماغك تماما فكرة النتيجة بتاعتك ايا يكن. والله العظيم والله يا جماعة، وده حلفان اهو، ممكن واحد يكون جايب 60% دلوقتي بعد 5 سنين يبقى احسن مليون مرة من واحد جايب 98%. مش تقديرك اللي هيحدد مستقبلك، مش نتيجتك تماما هي اللي هتحدد مستقبلك. انت ممكن تقعد بالدبلوم في البيت وتشتغل في بروجرامنج او تتعلم سكيلز معينة، تشتغل من على الانترنت، بعد 5 سنين تلاقي نفسك صاحب شركة. واحد تاني الناحية التانية يقرر انه يدخل هندسة، قاعد 8 سنين في الطريق بتاعه عشان يتخرج من هندسة، وبعد ما يتخرج من هندسة هيدور بعد كده يفكر هيعمل ايه. فانت اهم حاجة تشتغل على نفسك بعيدا عن النتيجة بتاعتك، وبعيدا عن التقدير بتاعك، وبعيدا عن ان انت تحبط بسبب النتيجة بتاعتك، ملهاش اي علاقة بتحديد مستقبلك. انت الشخص الوحيد اللي بتحدد المركب بتاعتك هتتجه لانهي دايركشن،
مش نتيجة ولا تقدير ولا كلية ولا مدرسة هي اللي بتحدد الدايركشن بتاعك، انت اللي بتحدد البوصلة بتاعتك بالظبط عايزة تتجه لفين. بس كده يا جماعه، والف مبروك ليكوا على النجاح. الناس كلها اللي نجحت الف مبروك ليكوا. الناس اللي هتبقى دور تاني ما تقلقش، انت كده كده هتمتحن الدور التاني وبعد كده هتدخل في تسجيل الرغبات مع بقيه زمايلك، ما تقلقش من اي حاجه، وربنا يوفقكم ان شاء الله، واي حد نفسه في حاجه يحققها، وربنا يكرمكم في حياتكم العلميه والعمليه الفتره اللي جايه يا رب. بس كده، كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه تنزل تشترك في القناه حالا عشان يوصلك جديد اول باول. السلام عليكم.